بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وكل الناس كلها طيبة يا رب كده ومبسوطة وفرحانة، ويكون عيد سعيد علينا جميعا يا رب، ويكون كده الناس عيدت كده بقى وكلت اللحمة والحاجات دي. اللهم صل على النبي. يا رب كده يقعدوا علينا بخير يا رب، وعلى الأمة الإسلامية كلها بالخير واليمن والبركات، ويرجع الحجاج اللي في السعودية يا رب، يرجع كل واحد يرجع بلده بألف سلامة، اللهم آمين يا رب. النهارده بقى خلاص كان أول عيد الأضحى. خلاص بقى إيه، صحينا الصبح وضبّطنا. أنا عن نفسي باضبّط لسه الحاجة، لبّست بقى البنات زي ما أنتم شُفتوا كده في الأول، ونعناع قاعدة بتستعرض نفسها. بس الأول أنا عايزة أقول إيه، إن أنا يعني بجد أنا مش عارفة، أنا متشكرة جدًا والله، في ناس كتير أوي يعني إيه، في كذا حد كده ما كنتش أعرف إن القناة بتاعتي بتبقى مؤثرة أوي للدرجة دي. ما كنتش أعرف إن في ناس أصلًا بتستنى الفيديوهات بتاعتي أساسًا، أو الناس بتعلّقة بالفيديوهات. يعني أنا في دماغي إن القناة أصلًا يعني زيرو كده على الشمال لسه، بس الحمد لله، الحمد لله إن تعبي مش في الفاضي برضه، يعني اكتشفت إن في ناس لأ، بتستنى الفيديوهات الحمد لله، وفي ناس حابة الفيديوهات كده وعايزة أم يارا تكبر وقناتها تكبر وكلام من ده، فيعني بجد أنا مكسوفة أوي. أنا متشكرة جدًا بصراحة يعني. المهم إيه، نصلّي بينا على النبي كده، ودخلت بقى المطبخ زي أي أم مصرية يعني، بُصّوا متبهدلة ومطبّقة من امبارح وما نمتش. بنعمل إيه بقى، طول الليل طبعًا باجهّز في الشقة وباروّق في الشقة. أي نعم ما عملتش تنضيفات السنة دي أصلًا، يعني يعتبر كده من على الوِش على الوِش كده، لإن أنا كان في عندي ظروف، فأنا يعتبر مش موجودة في شقتي معظم الوقت. فاللي هو عملت كده من على الوِش حاجات بسيطة، شِلت السجاد، أنا كده كنت شايلاه أصلًا من قبل كده وغاسلاه وغاسلة الستاير والحاجات دي كلّها، فما شِلتش الستاير تاني، الستاير زي ما هي بحطيتها كده، يا دوب بس إيه، نفّضنا كده من على الوِش وخلاص، ومسحنا الشقة وفرشنا الحافظات. أنا ما فرشتش أي سجاد خالص السنة دي، ولا في العيد الصغير والله فرشت السجاد خالص، الجو حَر أصلًا. واللهم صل على النبي، إيه عدّينا إيه، الأيام، بس نعدّي أيام، واللي أنا باعمله ده دلوقتي أنا باعمله كده بس منظر، يعني إحنا يعتبر ما قعدناش في الشقة أساسًا. فاللهم صل على النبي، ربنا يا رب يعود علينا بخير جميعًا يا رب، ويفرّح كل الناس، والعيد أصلًا هو بيبقى فرحة. يعني أي نعم اللي بيحس بقى الأطفال الصغيرين، بس برضه فرحة للناس كلّها. أنا فرحتي فرحة عيالي أساسًا، باشوفهم كده فرحانين بالعيد وقايمين الصبح بقى مشجعين ويلبسوا ومبسوطين وكده، ده لوحده ده فرحة بالنسبة لي. إنما إحنا بقى أمّا كنا عيال صغيرين كنا بنحس بأحاسيس تانية خالص. المهم إيه، طلّعت بقى المنقد الجديد ده، أنا كنت جايباه ووريته لكم كده في فيديو المشتريات. اللي ما شافش فيديو المشتريات يروح بقى إيه، يروح التيك توك هيشوفه، يروح على الفيسبوك هيشوفه، يروح على كواي هيشوفه. اللهم صل على النبي، ييجي هنا برضه في اليوتيوب هيشوفه. في المهم يعني إيه، دوروا عليها هتلاقوه. أي نعم مشتريات بسيطة، بس كانت مشتريات حلوة يعني، فرحت بيها وفرحت نفسي. حاجات بسيطة بس فرحت نفسي على دخلة العيد وكده، بدل الكآبة والدنيا اللي احنا ماشيين فيها كئيبة دي. اللهم صل على النبي. المنقد جبته بقى وركبته زي ما انتم شفتوا كده، وحطيت بقى الحلويات وجهزت الفاكهة بتاعتي. كان عندي فاكهة بتاع، هاقول لكم دلوقتي فاكهة إيه. شُفتوا بقى إيه كده، خلاص يعتبر أنا باورّيكم إن أنا عملت بس حافظة كده. الحافظة دي على فكرة والله جديدة، بس هي متبهدلة، متبهدلة مع القرود اللي وياي، بس هي الحافظة جديدة لسه والله وكل حاجة. روّقت كده من على الوش كده وكنست ومسحت الصالة وفرشت الحافظات بس، وده كان منظر الصالة النهائي. قُلت أمّا ألحقه قبل ما يتبهدل، وشوية بخور كده على الصبح بقى وإيه، وبخّري يا حاج. اللهم صل على النبي. وجبت بقى شوية مسليات وحاجات. طبعًا الكلام ده كله إحنا أمّا جينا بالليل بقى إيه، كلنا منه حاجات بسيطة كده. طبعًا أنا بانصحكم ما تكتروش فول وما تكتروش مسليات وترمس وكلام من ده. بُصّوا أنا عاملة الترمس بصراحة، بس لسه ما كانش، كان لسه مُر، يعني أنا ما حدّقتوش لسه. سلقته وعملته بس ما لحقش إن هو اللي أنا جايباه بترمس مُرّة، ما باحبش الترمس المسكّر ده، فكان لسه مُر أوي. فقُلت مش مشكلة، يعني هو العيد مش هيعدّي إلا بالترمس، خلاص مش مشكلة، الفول موجود والحلويات بقى والحاجات اللي العيال بيفرحوا بيها دي والفاكهة وكده، وحطيتها وخلاص. المهم اللهم صل على النبي، إيه كنت باقول إيه بقى، آه، جِبت الفاكهة وغسلتها حلو أوي، وكان عنب وإيه تاني، وتفاح وخوخ وموز وجِبنا بقى حاجة ساقعة بقى وإيه، وشهيصنا في اليوم ده، والمسليات دي وكده، وضبّطت الحاجات دي. أنا باعمل الحاجات دي والله أصلًا عشان أحس برضه بالعيد، وعشان خاطر البنات برضه يبقوا داخلين خارجين. زي ما أنتم عارفين العيال الصغيرين دول بيبقى معاهم شنط كده، يملوا الشنطة ويخرجوا بقى يتفسحوا ومش عارفة، وياكلوا الحاجات دي برّه مع زمايلهم وصحابهم وكده. تمام. دي كده خلاص عدينا طرقة الصبح، عدينا الدنيا بتاعة الصبح ديّة خلاص بقى، والعيال مشوا وراحوا يعيّدوا مع أصحابهم وكده، وخلاص أنا قعدت بقى وحيدة في البيت. أعمل إيه، قُلت نجهّز الغدا بقى. كنا خلاص على الغدا ده، أنا كنت مولّعة في حلة الضغط دي على اللحمة. اللحمة أنا جايباها مش ضامنة هتبقى كبيرة والّا صغيرة والّا هتعذبني وياها، فقُمت مولّعة عليها في حلة الضغط. واللحمة اللي أنا باعملها دي كنت فارماها
اللهم صل على النبي، فرمتها ونعملها بقى مكرونة بالبشاميل وكده. يعني النهارده عيد بقى قُلت يالّا يا بت يالّا اصرفي يا بت يالّا، بعزقي يا بت مش مشكلة اعملي مكرونة بالبشاميل يالّا، عدّنهم عيالِك عدّنهم ولادِك يالّا مش مشكلة. فالمهم الأول فرمت اللحمة وباعصّجها أهوّتي، طبعًا الدنيا تبقى بقى ماشية بقى بالسريع كده، كلنا عارفين المكرونة بتتعمل إزاي بقى والحاجات بتتعمل إزاي. بس أهم حاجة لو حد لسه معايا لحد دلوقتي للفيديو، هل أديتوا المهمة الوطنية للأمهات في اليوم ده والّا لسه؟ اللي فاهم قصدي بقى يكتب لي في التعليقات. المهمة الوطنية للأمهات بالنسبة للعيال، أديتوها على أكمل وجه والّا لسه سايبين العيال كده يعني بفلوسهم، بحاجتهم، بعيدياتهم كده يعني؟ المهم أنا عن نفسي لسه ما أديتش المهمة بصراحة. يعني لسه المهمة بتاعتي ناقصة، فأمّا تكمل هنبلّغكم. يا رب يفرّحنا جميعًا يا رب، اللهم آمين يا رب. ده خلاص اللحمة قُلت لكم إن هي اتعصّجت وباحب أحُط عليها كده شوية صلصة تغلي كده مع الصلصة. إحنا بنحب المكرونة بالبشاميل كده، بنعمل اللحمة المتعصّجة دي بالصلصة، في ناس بتعملها كده من غير صلصة، يعني والله كل واحد براحته، كل واحد على حسب ما بيحب. أهو هنا بقى هنعمل كده البشاميل. طبعًا على الفطار الصبح إحنا يعتبر ما فطرناش، إحنا كان كل فطارنا شوكولاتات وحاجات من دي بس. طبعًا أنا كنت عاملة بسكوت وكنت عاملة حاجات بس خلصت، أنا عاملة البسكوت والحاجات دي بصراحة من فترة يعني، بس أنا لسه منزّلاها في اليومين اللي فاتوا. فكنت أتمنى طبعًا إن الحاجات دي تبقى موجودة نعيّد بيها الصبح، بس خلصت بألف هنا يا رب نعمل إيه يعني، أعمل إيه؟ ولسه إن شاء الله هنعمل حاجات بإذن الله كويسة اليومين الجايين إن شاء الله. أحط كده اللبن، طبعًا شوية اللبن دول مش هيكفّوا، فأنا كده، كده عاملة حسابي إن في شوربة. أنا باحب البشاميل لمّا يكون في شوربة، يبقى شوربة بلبن يعني فاهمين؟ ما يبقاش كلّه لبن صافي. قومي عدّلها يا حبيبتي. الشوربة اللي عندي دي سمينة أوي ما شاء الله، لإن كان في لحمة كده ملبّسة كده وعاملة سُمونية للشوربة، فباخد منها كده وباحط في الشوربة. وطبعًا بالشوربة دي ما باحبهاش يعني بالفلفل الأبيض والحاجات اللي بيعملوها لأ، باحط فلفل أسمر بيبقى عاطي طعم وريحة وكل حاجة، وباحط بهارات لحمة وباحط كمان جوزة الطيب، أيوه هي دي. ده بصراحة اللي بيدّي للبشاميل قصدي بالبشاميل مش الشوربة، اللي بيدّي للبشاميل ريحة وكل حاجة. إنما في ناس تقول لِك عشان اللون ومش اللون، طب وإيه يعني اللون يعني ما كده، كده باتحمّر في الفرن أصلًا مش باين، المهم الطعم. كده خلاص أنا يعتبر كنت كده خلاص خلّصت البشاميل واللحمة خلصت، اللي هي اللحمة المتعصجة، وكنت ولّعت بقى على المكرونة تتسلق، فقُلت بدل ما أبقى واقفة كده باعِد النجوم لوحدي، لأ تعالي اغسلي بقى مواعينِك. وعايزة أقول لكم أنا بقى لي كتير جدًا ما غسلتش مواعين والله بجد. يعني أنا استغلّيت العيال أسوأ استغلال في الفترة اللي فاتت دي، خدوا بقى الأجازة قُلت لهم بقى ارحموني شوية بقى. يعني أنا إيديّا اتبرت غسيل مواعين. أنا عايزة أقول لكم إن الغسالة اللي عندي أنا بقى لي أكتر من ييجي 3 شهور كده ما شغّلتهاش أصلًا. المواعين بتبقى بسيطة طالما أنتِ واقفة في المطبخ كده وإحنا بنغسل وإحنا بنطبخ وبنعمل كده وتحوّش علينا شوية مواعين زي اللي معايا دول، في ساعتها بقى ما اسيبش بقى المطبخ يكركب لأ، على طول أنا مثلًا مولعة المكرونة تتسلق وعلى حاجات معلقة على حاجات تانية على البوتاجاز ومش عارفة فأنا واقفة ما باعملش حاجة. طب أنا بدل ما أنا واقفة ما باعملش حاجة، طب ما أنا أتسلى في غسيل المواعين، عشان ما أجيش أبُص بعد ما أخلّص طبيخ ألاقي الدنيا مكركبة. كده، كده الدنيا بتبقى مكركبة أصلًا، فما تبقاش كركبة على كركبة يعني، مش ناقصة هي. فالمهم قُلت أمّا أتسلى كده في غسيل المواعين دول ونعمل شوية رياضة كده في غسيل المواعين، واللي متعوّد بقى يعمل أذكار بقى وحاجات حلوة كده وهو بيغسل المواعين، يغسل المواعين بقى ويا رب يكون يوم عرفة ده عدّى علينا بخير والناس كلّها يعني أدّت الذكر وأدّت الصلاة على النبي في يوم عرفة ده طبعًا. يعني أنا يعتبر أنا كرّست يومي ليوم عرفة على قد ما قدرت يعني. إيه يا حبيبتي؟ لإن الشيوخ ما شاء الله والناس اللي إحنا بنسمعهم وكده ما شاء الله بيقول لِك يعني يوم عرفة ده أفضل يوم في السنة، اللي هو أفضل من رمضان نفسه. شوفوا رمضان فضله عامل إزاي، فيوم عرفة ده كمان أكتر وأكتر كمان. فاللي هو يا ريت كلنا نكون يعني صلّينا كتير بقى ودعينا كتير وصلّينا على النبي كتير وذِكر وحاجات من دي، ودعينا بقى إن ربنا يا رب يوعدنا السنة الجاية يا رب نبقى على جبل عرفة يا رب اللهم آمين. ربنا ما يحرمش أي حد من الزيارة الحلوة دي يا رب. طبعًا حاجة كده حاجة مش عارفة أقول إيه بجد، حاجة والله العظيم الواحد كل ما بيشوف الحاجات دي أصلًا جسمه بيقشعر. خصوصًا بقى لو أنت عندِك حد في البلاد دي أو عندكم حد بيحِج أو كده، يعني تحسّي إن أنتِ كنتِ بتشوفي الكعبة قبل كده بعين ودلوقتي بتشوفيها بعين تانية، طالما أنتِ ليكِ حد هناك بتشوفيها بمنظر تاني وبتشوفي الحاجات دي بأحاسيس تانية خالص وكلام من ده. يعني ربنا يا رب يوعدنا جميعًا اللهم آمين.
كده خلاص، كنت خلاص خلصت الحاجات كلها، فبطبق بقى مكرونه المكرونه. واخدين بالكم، لان انا العيال جنبي عاملين دوشه وقاعدين مشتتين عقلي، فانا مش مركزه انا بقول ايه اساسا. بنطبق صينيه المكرونه. ايوه هو كده، عشان نحطها بقى في الفرن وتلحق تستوي، لان انتوا عارفين المكرونه ايه، بتبقى عايزه تبرد كده وتهدى عشان نعرف نقطعها. ولو ان بتبقى اول خلطتين ثلاثه دول اللي بناكل بهم على طول، دول ما بيبقوش مستويين خالص، بس عادي مش مشكله. عدي يا ليل. كده كنا خلصنا غدانا بقى وخلصنا يومنا وحالنا ومحتلنا. ولسه بقى استنى الفيديو الجديد ان شاء الله ان شاء الله كده، وانا بفرد نفسي على العيال وباخد منهم العيديه.